مورا مثلا المشوار ديال المغرب في كاس العالم والخروج بديك الطريقه قدام فرنسا، يعني غادي نجلسوا يعني من بعد يومين ما داز الماتش غنديروا تقييم عام للاعبين، غادي نحاولوا نمشيو لعاب بلعاب ونشوفوا كي كان المردود ديال اللعابه في هاد الدوره. وغادي نحطوا جانبا ديك القضيه ديال المشاركه المشرفه، القضيه ديال وصلنا لواحد الدور اللي مزيان، القضيه ديال حنا احسن منتخب افريقي، حنا احسن منتخب عربي. هذا ماشي هو الهدف من هذا الفيديو بالنسبه ليا، لانه الطموحات ديالنا كنشوفها انها اكبر من ذلك يعني. وحتى ملي كنشوف التوجه العام ديال المغرب بالهضره وبالديسكور ديال رئيس الجامعه ولا بالمدرب ديالك لا بالاستثمارات اللي تتخسر على كره يعني في السنوات الاخيره، فتيبان انه يعني المشاركه المشرفه ماشي الهدف ديالنا. وهذه والقضيه ديال اننا نبقاو فرحانين، يعني من حق الناس كاين اللي كيفرح بهذا الشيء، كاين اللي عاجبو الحال، كنا نرجعوا نحتفلوا. الا كان هذا هو الهدف ديالنا وسقف الطموحات ديالنا فراه صافي وصلنا ليه، ونقدروا نساليو حنا نهبطوا نريدو نقولوا راه سالينا يعني وصلنا لشنو بغينا، ونبقاو محتفلين بالكارت فينال ونبقاو منفوخين. وغالبا منين يجي شي كان عاوتاني ندخلوا في الحيط كما وقع لنا مور 2022. ولكن لا، حنا الطموح ديالنا اكبر من ذلك يعني. تاريخيا المغرب يعني في اول مشاركه ديالنا في كاس العالم في 1970 جا واحد الجيل اللي ماركا لك اول بيت ديالك في التاريخ في كاس العالم، ربما اول نقطه من 86 جا جيل اللي دوزك لاول مره من المجموعات. 2022 حلمنا مع جيل وصلنا لاول مره نصف النهائي. فاكيد خاصك تواصل وخاصك انك تزيد تعلي سقف الطموحات ديالك، كما الرئيس الجامعه كيقول لك ان الهدف هو ان يوم من الايام علاش لا المغرب يتوج بهذا الكاس، والمدرب كيقول لك انه يعني لا ريكومبونس الوحيده الجائزه الوحيده من مورا المشاركه في تظاهره بحال هذه هي ترجع بالكاس. الا ما رجعتيش بالكاس فراه بالنسبه لي فراه كتعتبر اخفاق وكتعتبر هزيمه. ماشي كنقول اننا كان خصنا نرجعوا بالكاس ولا اننا عندنا السكواد وعندنا فريق اللي غيقارع هاد المنتخبات اللي بقاو وكان خاصنا نديو الكاس يعني. ما تنقولش هادشي، غير تنقول انه مزيان الا بغيتي تمشي في هذا الاطار منين تخسر ماتش بحال هذا تجلس وتشوف وتقول وتراجع راسك وتقول شنو اللي كان عندي ناقص، شنو اللي مازال خصني نخدم عليه، علاش بانوا هاد الفوارق الكبار بيننا وبين فرنسا، علاش بنا مخلوعين، علاش وصلنا عاوتاني مرهقين بدنيا. نراجعوا هاد الشيء ومزيان هاد النقد يكون بناء يعني ماشي نقد هدام يعني. ماشي غادي نمسحوا كل شيء ونمسحوا السما بليكا ونرجعوا كل شيء خايب وكل شيء كحل، لا ماشي نفس القضيه. مي مزيان نهضروا ونقولوا بان الامور فيها شي حوايج اللي خصها تقاد. كاين علامات استفهام على الاداء ديالو بعض اللعابه اللي خصنا ندوي عليهم وخصنا نجروا ناقوس الخطر يعني. واخا واصلين الكارت فينا حنا ما تندويش على النتيجه، حنا تندويو على هذا الماتش اللي خرجنا منه باش تبدا الخدمه من دابا حتى لكاس العالم ان شاء الله الجايه. من دابا وتبدا الخدمه، ماشي ديما حنا انت كتبقى 3 شهور عاد كنوضوا بدل المدرب، تلقى مثلا انت لاعب ماتش في كارت فينال تيدخل لعاب تتعرف عليه لاول مره في حياتك. حنا كجمهور ما يمكنش انت لاعب كارت فينال تلقى لعاب اول مره في حياتك تشوفه داخل. فهاد الشيء ما خصناش نبداو نقبلوا، وهاد الاخطاء ما خصهاش تبقى تعاود. وباش نوقفوا عليها ونصححوها خصنا دابا يعني منين سالا هاد الدور نجلسوا ما نبقاوش منفوخين، نحطوا رجلينا للارض، ما نبقاوش نعتبروا راسنا حنا راه ما عرفت فين وصلنا، حنا راه المنتخب ما عرفت شكون ما عرفت هادي حتى تجي عاوتاني شي صدمه. نهبطوا للارض ونخدموا، باقي عندنا الطريق طويله، ونشوفوا الحوايج اللي ممكن اننا نحسنوا فيهم باش نوليو افضل. وفي هذا الفيديو قررت اني ندوي على اللاعبين بحكم ان التحليل ديال الماتش راه غتكونوا سمعتوه مرارا وتكرارا يعني. الامور راه ولات باينه واضحه ماشي الطريقه اللي بان بها المغرب، فقررت نديرها بطريقه مختلفه وندوي على الاداء ديال اللعابه يعني في هذا الكوب دو موند لعاب بلعاب. البدايه بياسين بونو. بالنسبه لي ياسين بونو الحاجه اللي نقدر نقول ليه هو فهمتي الله يرحم لك الوالدين، لانه هنا فين كتبان المعدن ديال الرجال يعني. هنا فين منين ياسين بونو باقي كنعقل يعني. وقت ما كتكون شي لحظه صعبه، وقت ما كيكون شي ماتش صعيب، وقت ما كيكون اصعب المباريات اللي القلوب المغاربه كلهم كيكونوا مشدودين عليهم وكل شي خايف وستريس، هنا فين كيبان ياسين بونو. هنا فين كيبين يعني كيبين الخبره ديالو الكفاءه ديالو، وكي ديما كيتالق وكيخليك عايش في الماتش. دار هذا هو اللي دوزك ضد هولندا، هو اللي خلاك حي في الماتش ديال كندا منين زدتي في اسوء فتره ديالك في بريمير ميطون. وراه الماتش ضد فرنسا راكم تفرجتوا كاملين. فشكرا ياسين بونو، مستوى كبير عاوتاني وكوب دو موند كبيره والارقام ديالو كيهضروا عليه ما يحتاجوش كاع نهضروا عليه. من 9 ديال لي بيلانتي اللي تيراو عليه 2 فقط اللي تماركاو، رقم خيالي. شكرا بزاف ياسين بونو. وبالنسبه لي يعني التنقيط اللي نعطي لياسين بونو من هذه المشاركه ديال 2026 هي ديال 9/10، واحد من افضل اللاعبين ديالنا في هذا الكوب دو موند. اللاعب الثاني اللي ندوزو ندويو عليه هو شادي رياض. شادي رياض صراحه كان مزيان، دار بدايه مزيانه ديال الكوب دو موند، عطانا شويه
شويه ديال الطمأنين، يعني خاصه في البناء، يعني كنا مرتاحين كنبنيو بطريقه بجوده عاليه، عنده كاليتي كبيره تبارك الله في بالو بي. ما عاوناتوش الاصابه، لان كانت عنده اصابه ديال لي غامون كيرجعوا بحال هاد الاصابات، يعني اصلا راه حتى هو فهمتي جا مع يعني تقريبا مع بدات الكوب دو موند مع وجد، كان لاعب واقيلا شي ماتش ولا جوج قبل تيتولار قبل ما تبدا كاس العالم، فما قدرش انه يكمل معنا لسوء الحظ. ولكن المستوى ديالو كان مقبول صراحه في الماتشات اللي شارك، فممكن بالنسبه لي يعني كنت راضي على شادي رياض شنو قدم، والتنقيط اللي نقدر نعطيه بالنسبه لي هو ديال 7 على 10. عيسى ديوب بصراحه، عيسى ديوب بالنسبه لي من اللعابه اللي كانوا من الرجالات ديال هاد كاس العالم، واللي بالنسبه لي فاقوا التوقعات، لانه بالنسبه لي فاش يلاه التحق بالمغرب كان بحال كما كنسميوه بلون سوفتاج، يعني لعاب اللي جاي غير يصوفي. فاننا عندنا ازمه ديال الدفاع، كنقلبوا على مدافعين شحال هادي، يعني لاكان عدينا بها من بعد قرب كوب دو موند نايف باقي ما واجدش، جا ديوب كنقولوا بان راه مزيان كواري طوال هادي، ممكن عنده مشاكل في البناء، ولكن في الماتشات الكبار بين انه ممكن يتقاتل معاك، وانه غير يعني بالنيفو ديالو قدر انه يعني يعطيك اكثر من شنو كنتوقعوا منه. فضل كبير كيرجع عليه انه يعني البيت اللي ماركا ضد هولندا واللي خلاك توصلت لهذا الدور، وزيد عليه الدور القيادي والمجهود الكبير اللي كيدير داخل المجموعه، ما كيسكتش ديما كيهضر، ديما كيوجه، ديما يدوي مع هذا يدوي مع هذا يدوي مع لالين. يعني بالنسبه لي قائد بدون شاره عماده عيسى ديوب، فبين ان ممكن تعتمد عليه خاصه في المسابقات اللي جايين. وبالنسبه لي التنقيط اللي نقدر نعطيه هو ديال 7.5 على 10. اللعب الجاي اللي غادي ندوي عليه هو نصير مزراوي. نصير مزراوي الحاج يعني قدم مستوى كبير، يعني منين بدات لا كومبيتيسيون يعني حتى الماتش الاخر كانوا اخطاء بسيطه اللي ممكن تجاوزها، بحال مثلا البيلانتي اللي كان عطى لمبابي كان ممكن يتجاوزه، ولكن كتقول راه لعاب مقاتل معاك ما لعبش البوست ديالو. وحتى البوست ديالو الاصلي الاول اللي كنلعبوه اريير غوش اللي حنا نسينا ولينا تنقولوا راه داك هو البوست ديالو، اصلا راه هو ماشي البوست ديالو، واللي قدم فيه مستوى كبير في مباريات اللي صعيبه خاصه الماتش ضد هولندا. يعني مزراوي يعني دار كومبيتيسيون، دار دوره مشاركه في اعلى مستوى، وبالنسبه لي حتى هو من اللعابه اللي منين تتوقف عليه تتلقاه هنايا فهمتي المعنى ديال اللعاب كبير. وبالنسبه لي يعني مزراوي التنقيط اللي نقدر نعطيه ديال هذه المشاركه هي ديال 8.5 على 10. من بعد عندنا اشرف حكيمي، صراحه من اكثر اللعابه اللي خيب الظن ديالي في هذه المشاركه هو اشرف حكيمي. من اكثر اللعابه اللي زادوا طاحوا ليا من عيني، زاد طاح ليا من عيني هو اشرف حكيمي. كاين اللي غايقول لي ديك القضيه ديال كتنساو دغيا صافي كتجي شي خساره كتنساو شنو دار شنو. بالنسبه لي اشرف حكيمي يعني ديما في التظاهرات الكبيره، ديما في الماتشات الكبار، على عكس ياسين بونو فين انت كتحتاجو الاكثر فما كيكونش. وماشي حتى ما كيكونش، ماشي حتى كيكون لاعب عادي فكيضرك، لانه يعني بالنسبه لي الاكثريه الاهداف اللي تلقينا في كاس العالم كان سبب رئيسي فيها اشرف حكيمي ضد البرازيل. منين بدينا المنافسه الجهه ديالو البيوتا مثلا ضد فرنسا في الماتش الاخر، جوج بيوتات تقريبا الاخطاء ديالو الخطا البيلانتي بعد يعني كان ضيع كره طلع ضيع كره كونترول ماشي صحيح كيحيدها ليه دوي كتمشي كونتر اتاك كيتعطاهم بيلانتي. زيد عليها البيت الاول كنظن ديال مبابي اللي كان خاصو يهبط يسيري، ومن بعد ما هو اللي خطا هو الاول في لاباس، يعني كتجي كدير باصات غالطين. الوقيته اللي كنتسناوك انك انت اللي تهز لينا النيفو، انك انت اللي تهز الفرقه على كتافك، لانه ملي كتجي في ماتش ضد فرنسا اللي فيه واحد الفوارق شاسعه واللي حنا متقبلين ناكلوا فوارق وعارفين ان ما نقدروش نماتشيو الفرقه ديال فرنسا، عندنا لعابه اللي بلي كاليتي اللي معاديين اللي ما كنتفهموا المردود ديالهم. ولكن ملي كتوصل لواحد اللعاب يعني كاشرف حكيمي اللي القائد ديالك، لعاب اللي دوبل شامبيون ديال الشامبيونز ليغ في السنوات الاخرى، كتشوف المستويات اللي كيقدم مع بي اي جي، فاكيد فاش كتجي كتقول راه كتسنى منه شي حاجه دو بلوس في هاد الماتشات بالضبط، وانه هو اللي تعول عليه يدير لك داك ويعطيك داك الدفعه، وانه يدير شي حوايج اللي يدوبلي لي فور ديالو ويعطي شي حوايج اللي زايدين، واللي حتى بالنسبه ليا حتى الدور ديالو كقائد ديال انه يحفز اللعابه يدوي مع اللعابه، فكيبان ليا ما دارش كاع هذا الدور على اكمل وجه. كان عادي جدا. بيلانتي ضايع ضد هولندا. اكيد ما غادي نقول انك اي واحد يمكن له يضيع بيلانتي، ولكن يعني بالنسبه لي اشرف حكيمي يعني هاد الدوره خسرته بزاف النقاط صراحه بالنسبه كدور ديالو خليني كنتسائل على بزاف ديال النقاط ديال واش يستاهل اننا حنا كمغرب نبقاو نبنيو كاع اللعب ديالنا يعني وكاع الخطط ديالنا على اشرف حكيمي، يعني واش كنعطيه واحد القيمه اللي اكثر من انها خصها تعطاه. يعني اكيد يعني هو لاعب كبير ما كنشكوش في هذا الشيء، ولكن في بعض الاحيان صافي راه خصك تلعب
تلعب عادي، يعني تلعب على اسلحه اخرين، لي سونطراج، لي كورنير، لي سيت كيسونطري ناقص، لي كوفرون، لي كود بي اريتي اللي كان كيمشي ليهم ما كيتضربوش مزيان، شي مرات ما كيتكادراوش كاع. فخصنا نحبسوا من هذه القضيه ديال اننا نعطيو كلشي لاشرف حكيمي، وان كلشي خصو يديروا اشرف حكيمي، وان اي حاجه خصها تبنى على اشرف حكيمي، وكلشي خصنا نحاولوا ندوزوه عن طريق اشرف حكيمي ونخليه في الدور ديالو، يعني ديال الظاهر. بالنسبه لي يعني التنقيط اللي نعطي لاشرف حكيمي يعني في هذه المشاركه هي ديال 4/10. من بعد كاين اللعاب ديال العناوي، داكشي اللي في جهدو دارو، يعني تقاتل في ميليو تيران، شي مرات كان النيفو كيكون اكثر منه، ما عندك ما دير. كانوا شي اغلاط دار دي باس غالطين في الميليو، ولكن على العموم يعني مشاركه يعني واداء مقبول. يعني نقدر نقول اداء النقطه ديال 6 ونص. ايوب بوعدي صراحه دار ماتشات اللي مزيانين، يعني لعاب اللي في فترات ديال لي ماتش كان كيعطيك ديك القتاليه وداك القوه في التدخلات والالتحامات. تاكتيكمون لعاب اللي ذكي، اللي كيعرف فين يتبلاصا، لعاب اللي كيتزاد باش يعطيك حلول للقدام، لعاب اللي باقي عنده الهامش ديال التطور. 18 عام، لعاب اللي في المستقبل يقدر يكون ربح كبير للمغرب. يعني بالنسبه لي المشاركه ديالو كانت مزيانه، يعني في هاد الكوب دو موند، وماشي اللعاب اللي غادي تقول زعما اللي غادي تسنى انه مثلا في ماتش بحال ضد فرنسا انه هو اللي يهز الميليو على كتافو. فبالنسبه لي دار اللي عليه، دار اللي خاصو يدار. يعني كاداء عام بالنسبه لي نقدر نعطي لايوب بوعدي في هذه المشاركه نوطاسيون ديال 7/10. من بعد كيجي والناحي يعني لعب اللي كيلعب بالنسبه لي بالكانا يعني. وهادو هما الحوايج اللي تيخليو الفرق تيبان في شي ماتشات بينك نتايا وبين فرنسا مثلا، وبين منتخبات كبار بحال اسبانيا بحال. لانه كتلقى هاد المنتخبات تتلقى اللعبه ديالهم يعني في جميع المباريات اثناء المنافسه تتلقى واحد المستوى اللي عندهم ثابت. انت تجي وراه تكونوا لاحظتوها حتى في هاد الكوب دو موند، يعني في كل ماتش تنتسناو شكون هو داك اللاعب اللي غادي يكون في نهارو، وشكون هو داك اللاعب اللي غيخرج لنا من الجنب واللي غيعطينا الاضافه. يعني كل مره كاين واحد، يعني مره تلقى السطيباري في نهارو، مره غتلقى الناحي، مره غتلقى الخنوس. عمر ما تيكون داك المستوى نفسه ثابت. وهذه هي القضيه اللي كتعب شويه على الناحي، ما كانش بنفس المستوى في كاع الماتشات. تحرك في الماتش ديال كندا، يعني واخا حتى هي كانوا فيها اخطاء، ماركا 2 بيوتا، مي الناحي ما تيعاوناش بزاف دفاعيا. يعني الهشاشه ديالو يعني ما تتخليش انه يكون عنده واحد الحده دفاعيه. وهاد القضيه ضرتنا في بزاف الماتشات، خاصه حتى في الماتش ديال فرنسا، واخا تقدر تعتبره هو من اكثر اللعابه اللي كانوا محركين في الميليو، ولكن في التحول الدفاعي ما كانش بديك القوه. يعني من هاد الدويل اللي خسروا مع رابيو واللي كان هو اللي ادى الهدف، يعني ضد الهدف الاول اللي كان ماركاه مبابي. يعني كتقييم عام والناحي كان ممكن يكون احسن، ونعطيه النقطه الصراحه ديال 6 ونص على 10. بين الخنو الصراحه بالنسبه لي بين اللعابه اللي راضي انا على المشاركه ديالهم، شغل المركز ديال جناح ايسر باش يرومبلاسي زلزولي الغائب. ما عندوش الخصائص ديال انه يجر ويمشي على الباندا، كان كيحاول يدخل الميليو. بالنسبه لي دار الدور ديالو على اكمل وجه. حتى بين الخنوص اللي تعجبني فيه، حتى الماتشات اللي ما كانش فيهم، اللي مثلا على غرار، يعني القضيه اللي مختلفه على الناحيه، على الماتشات اللي ما تيكونش فيهم فتيعاونك على الاقل دفاعيا، يعني بالحروريه بالتقاتل الدفاعي ديالو. تيرجع مع لاريير، تيموت معاه، كتلقاه بزاف ديال المناطق في التيران، تيتحرك هنا تيتحرك هنايا. دار دي ماتش اللي مزيانين. فبالنسبه لي يعني قدم اللي عليه. الماتش د فرنسا يعني لعب كتسعود وهبي في البلاصه ديال السيباري، الدور اللي كان صراحه ناقص فيه، ما داروش على اكمل وجه. مي ممكن تتفهم لعاب، حاولتي يعني فيما كيكون عندك الخصاص كتحاول تسدو به. مي على العموم بالنسبه لي دار دوره جيده، يعني من اول الدورات اللي الخنوص تعتبر يعني كان بعد ما كان ديما احتياطي، تعتبر يعني واحد من اللعابه اللي تيبداو تيتولى تقريبا في كاع المباريات. فممكن يعني شخصيا انا نعطيه تنقيط ديال 7 ونص ديال هاد المشاركه. مورا كيجي السيباري اللي تا هو تبليصا للاسف ما كملش معانا، ما كانش في الماتش ديال فرنسا. مستوى مقبول صراحه، مستوى جيد. تا هو تكتيك معاونه بزاف التحركات ديالو، كي مره كيجر للعمق، مره كيهبط لي كوتي. مستوى بالنسبه لي مقبول. تا هو يعني 3 البيوتا فهمتي كاداء عام ممكن نعطيه النقطه ديال 7 ونص على 10. ومن بعد كيجي ابراهيم دياز صراحه لعب مبغاش يتفهم ليا، بالنسبه لي كان من اسوء اللعابه ديالنا في هذا الكوب دو موند. نفس الحاجه اللي قلت على حكيمي غتقال على ابراهيم دياز. لعاب كيجيك كتقول راه في ريال مدريد، كتسنى منه انه يعطيك شي حاجه زايده في الماتشات الكبار. كيبان لك لعاب عادي، بصح عنده لي زاسيست، عنده كل شيء، ولكن اللعاب راه اللي كيضرنا بزاف. يعني لعاب اللي ماشي يعاونكش كاع دفاعيا، اللي كيضرك دفاعيا
بالنسبه لي على الاقل يعني حتى كمغرب، لان كما كنقولوا حنا راه باقي ما وصلناش لذاك النيفو ديال انك تلعب وتقارع المنتخبات اللي مصنفه القدام. يعني راه ملي تطيح معاهم راه خصك دير واحد المجهود دفاعي اكبر باش انك تحاول تحد من الخطوره ديالهم. القضيه اللي صراحه كان دارها بشوي، دارها مزيان في الماتش ديال هولندا تقريبا الماتش الوحيد. مي في المباريات الاخرى راه كان كارثي، لا ضد هايتي لا ضد البرازيل. جو ضد البرازيل تيتحمل المسؤوليه في البيت ديال فينيسيوس اللي كان راجع تيتمشى، كره تيشوفها قدام وراجع تيتمشى. البيت ضد هايتي اللي الكره حتى هو تيشوفها بحال هكا تتمشي وكتدخل في الشبكه ديالنا. زيد عليها زيد عليها البيوت ضد فرنسا، البيت كره ملعوبه ليه، هو الهشاشه ديالو باش يمشي للدويل ياخذ الكره، ولا على الاقل يدير فوت تكنيك يخليها تمشي ليه، ما تيرجعش يشد، ما كيرجعش يشد لي كوتي ديالو في لي كونتر اتاك، ما تيطلعش، تيطلع ثقيل بزاف. يعني مشكل كبير ديال ابراهيم دياز في الصراحه في المشاركه في الدوره. بزاف ديال الماتشات تشونجا قبل ما انه يدير والو. واش ابراهيم دياز يعني مازال خصنا نبقاو حاطين داك الامل ديال اللعاب اللي زعما هو اللي خصو يجي يدريبلي ويدخل يدير؟ زيد عليه حتى الانانيه في بعض اللحظات، يعني بعض اللقطات فهمتي اللي تيحاول انه يدير شي حاجه اللي ما خصو يحط لاباس، فهمتي تيبقى شاد الكره اكثر. مازال ما نسيناش ليه يعني ديك اللقطه البيت ديال، نسيت الماتش صراحه، من اللي كان خصو يدوز الدوزيام بوطول السيباري يعني، وبقى ما عرف شنو تيحاول يدير بها حتى ضاعت ليه. اللقطه الوحيده ممكن القرار المزيان اللي دار هي الكره د كندا اللي مشى بالكونتر اتاك وحط لي دو باس اللي خصهم يتحطوا. فصراحه المستوى كان ضعيف ديال برايم دياز، ماشي المستوى اللي كنا تنتسناو منه. ربما كان لاعب بالنسبه لي باقل جوده واللي يلعب في البوست ديالو، واللي على الاقل يعاونك ويتقاتل معاك دفاعيا في الماتشات الكبار، خاصه نعاود نرجع لها الماتش ديال فرنسا، فكان ممكن تكون الحاجه احسن بالنسبه لينا، وكان ممكن ما نتضروش يعني ونستغنيو كاع على هذا الدور الهجومي ديال ابراهيم دياز اللي ما عطاش لينا اصلا. فبالنسبه لي صراحه النقطه اللي نقدر نعطيها لابراهيم دياز من هذه المشاركه هي ديال 3 ونص على 10. ومن بعد بسرعه ندوي على شي لعابه اللي بقاو، يعني بحال مثلا طالبي اللي صراحه بالنسبه لي من الحوايج الزوينه اللي كانوا في هذا كاس العالم، اللاعب اللي ما كانتش كتعطى الفرصه اكثر من قبل، اللاعب اللي مشى معاك لاكان وما كانش كيدخل. يعني فاش كنا كنبغيو نديرو شونجمون ايلي كنا كندخلو ايكامان هو كيبقى جالس. في هذه الدوره صراحه بالنسبه لي دخل عطى شويه ديال الديناميزم، فهمتي كان ديناميك في الدخول ديالو، تيجري تيحاول ياخذ المبادره، تحسب له بزاف يعني السونتر ولا باس ديسيزيف اللي عطى لديوب في الماتش ديال هولندا بالنسبه لي هما بجوج يعني من الرجال اللي رجعوا المغرب يعني في المنافسه من بعد ما كان اوت يعني في الدور 32. وهذه تحسب له شي حاجه اللي ما غاديش تنسى عليه، يعني لعاب اللي ما كناش طايقين فيه بزاف دخل ودار الفرق. يعني هذه هي اللقطه اللي كنسطر عليها، ان خصك تكون شي واحد جايب معاك، خصو في اي وقيته في اي ماتش في اي لحظه انه يعطيك داك لو بلوس اللي ما عطاهاش لك لعاب كادر اللي كتسنى منه ما كيلعب في مستوى كبير، ما عطاهاش لك. عطاها لك الطالبي في واحد الماتش وكانت مهمه للغايه. كان تيحاول ضد فرنسا مثلا، هو اللي كان تيحاول يجري، هو اللي تيحاول واخا كان كيتروبلي وكان كيتابويزا يعني فيزيكمون لانه تيرجع بزاف، تيحاول انه يمشي في الكونتر. فبالنسبه لي مشاركه كانت جيده جدا، زعما ممكن انه يزيد يتطور الطالبي، يزيد يدخل مع يزيد تعطى الثقه اكثر، يزيد يطور المستوى ديالو حتى مع الكلوب ديالو. ممكن علاش لا يولي حتى هو من الركائز يعني مع بصمه الزلزولي في داك الجهه. وبالنسبه لي النقطه اللي نعطيه يعني بهذه المشاركه هي ديال 7 ونص على 10. ومن بعد كاينين شي لعابه يعني بحال صلاح الدين اللي بالنسبه لي ما عندوش المستوى الصراحه، بان ضعيف في بزاف ديال الماتشات، لا في الماتش ديال هولندا لا في الماتش ديال فرنسا. يعني دفاعيا كيتخاد بسهوله، هجوميا مرخي يعني بسهوله يقدر يغلط لك، يعني ماشي يعطيكش داك الطمانينه، يعني يقدر في اي لحظه يغلطك. يعني راه يبغونوا اللي صوفا يعني في شحال من لقطه. بالنسبه لي نقدر نعطي المشاركه ديالو في 5 ونص على 10. زيد عليها حتى الحال بالنسبه لي ما عندوش كاع المستوى باش يكون في كاس العالم يعني. وكتشوف انه حتى المدرب يعني اللي تيخلي، وهذه حتى هي من النقاط اللي خصنا نسطروا عليها، يعني كيفاش انت جايب معاك مدافع وملي تحتاج المدافع ما تدوش تشوف المدافع الاول اللي معاك وتشوف المدافع الثاني اللي معاك وكتقول لا، وكتدخل مزراوي فلاكس وكتخلي دوك المدافعين ما كتعتمد على حتى شي واحد فيهم. يعني راك ما مقتنعش بهم، الا ما مقتنعش بهم ما تجيبهمش. ولا غتقول لي يعني حتى المدافعين اللي غتجيب بلاصتهم حتى هما ما مقتنعش بهم، يعني ما مقتنع حتى مدافع، وما تجيبش انت هاد المدافعين كاع الا ما مقتنعش بهم. جيب شي بوست اخر اللي غينفعك اكثر في الماتش، وديك الساعه الا وقع شي مشكله بحال كيما وقع ضد فرنسا دخل المزراوي فلاكس. يعني بالنسبه لي الحال ما عاونش بزاف، ما عندوش النيفو يعني حتى هو تقدر تعطيه يعني النقطه ديال 5 على 10. واللي غادي نساليو به في الاخر يعني هو محمد وهبي. كيفاش كان محمد وهبي
في هاد لا كومبيتيسيون. فبالنسبه لي صراحه متفائل به، يعني القرارات ديالو اغلبها كانت صحيحه، القراءات ديالو التكتيكيه في الماتش كانت مزيانه يعني في جولها. وبالنسبه لي كاين اللي ما يتفقش معايا، بالنسبه لي حتى الماتش ضد فرنسا الطريقه اللي لعب بها ولي بلون جو اللي حطوا هما اللي كان خاصهم يدار، يعني هما اللي خاصهم يداروا. المشكل كان في اللعابه ماشي في البلون تاكتيك، لانه كتشوف حتى الطريقه باش دخلنا الماتش، يعني كنا داخلين الماتش اننا غنلعبوا ايكيليبري، ما غاديش نلعبوا بها بالطريقه اللي بنا بها. كنا تنخرجوا في شي اوقات اننا كنحاولوا نبريسيو، كنا شي مرات عاوتاني تنحاولوا نشدوا كره ونحاولوا نبنيو، شي اوقات كنا كنطيحوا. ولكن الحده اللي ما كانتش د اللعابه، المبادره اللي ما كانتش في اللعابه، الخلعه الزائده ولا مع الارهاق البدني هو اللي خلى اللعابه يبانوا بديك الطريقه، واللي فرنسا صافي رغماتهم انهم يرجعوا للمناطق ديالهم. واللي وهبي كان مرارا وتكرارا تيغوت وتيطالب منهم انهم مثلا في لي كونتر على الاقل اللعابه يطلعوا يعمروا لي زيسباس اللي خاويين. يعني بالنسبه لي دار شنو خاصو يدار. كاين ممكن نحملوا المسؤوليه ديال بعض الاسماء في لا ليست، ولكن ما غاديش ندوي عليها، لانه بالنسبه لي كنت نقدر ندوي عليها ونسطر عليها بالحمار. كون كنا خسرنا ضد هولندا مثلا في الدور 32 ولا ضد كندا غادي ندوي على لا ليست. ولكن بالنسبه لي بديك لا ليست هو اللي خداها واللي تحمل المسؤوليه ديالها وصل بها كارت فينال. واش كون كانت عندنا شي ليست اقوى مثلا واخا تجيب فيها شي لعابه معتزلين وغديرهم في ديك لا ليست، واش كنتي غتربح هاد فرنسا؟ بالنسبه لي لا. شكون ما كان في ديك لا ليست، شكون ما كان حاضر، باللي مصاب اللي ما مصابش بزلتولي تاكد، شكون ما كان كنتي غادي تخسر ضد فرنسا. بالنسبه لي الفوارق الشاسعه، يعني داكشي علاش ما غاديش ندوي على لا ليست. بالنسبه لي وهبي يستحق اننا نزيدو نثيقوا فيه واننا نشوفوا اكثر انه كانش عنده فرصه انه يخدم بزاف. وما نطيحوش ما نطيحوش نفس المشاكل ديال 2022. يعني هنا فين خصها بالنسبه لي تكون البدايه الحقيقيه ديال الخدمه ديالنا، هو انه مورا الكوب دو موند، يعني ماشي سنه الخدمه. بالنسبه لي هنا عاد غتبدا الخدمه، انك توجد المسابقات والتظاهرات الجايين، توجد فرقه، تعرف اللعابه اللي خصك تعتمد عليهم، تعرف شكون اللي داخل في المفكره ديالك، تشوف اللعابه اخرين اللي ما كانوش فهاد لا ليست، توقف على مكامن الخلل، شكون اللي كان مزيان شكون اللي ما كانش مزيان، شكون اللي ما عمرو يعاود يتعيط ليه. بالنسبه لي شي لعابه يعني بالنسبه لي صافي المده الصلاحيه ديالهم تسالات، يعني ومع كامل الاحترامات ديالي ليهم، يعني بحال مثلا امثال ايوب الكعبي، لعاب اللي جاي معاك اللي تتشوف انك في بزاف الماتشات انت خاسر وماش يدخلش كاع. يعني بالنسبه لي علاش جاي، يعني باين انه صافي ما كلش يقدم حتى شي اضافه. يعني من اللعابه اللي صافي ما يمكنلكش تعاود ما يمكنلكش تعاود تعتمد عليهم. غادي تشوف مهاجمين اخرين، مهاجمين اللي شباب، مهاجمين اللي ممكن عاد تبني عليهم، ونحطوا رجلنا على الارض ونخدموا ونقصوا منا الغرور حنا كجمهور، لان الغرور كيخرج عليك كيخرجك في الحيط بغيتي ولا كرهتي. واحد الوقيته يعني كنشوف يعني كيتقال ما يمكنش، يعني واحد جنون العظمه اللي تيوليو في الجمهور المغربي، تنوليو حنا اللي خاصنا نديروا الانجاز، خاص كلشي يخسر، كلشي خصو ما يدير حتى حاجه، خصنا حنا الوحيدين اللي نربحوا الماتشات ديالنا. واللي خلي اخويا سيدي كل واحد يتكونسونطر على راسو، كل واحد يتكونسونطر على المنتخب ديالو الفرقه ديالو، نحطوا جينا النرد. ما نقولوش اننا مثلا غنرجعوا دابا لافريكا راه حنا غادي حنا الكل في الكل حنا اللي غنديو كلشي، لا نخدموا الاقصائيات ديالنا جايين، نحاولوا ندبروا الماتشات ديالنا، نحاولوا اننا نخرجوا فرقه اللي تكون كومبيتيتيف ومتنافسه، باش ان شاء الله في التظاهرات الجايه اللي كان اللي عندنا تقريبا من دابا عام نوصلوا ليها في افضل الحالات ديالنا، ونمشيو متواضعين وحاطين رجلينا على الارض ونلعبوها ماتش بماتش، يعني اللي غتكون بخصائص مغايره تماما على لا كوب دو موند، كوب دافريك، حاجه اخرى. شكرا بزاف على الثقه ديالكم، على لي كومونتير ديالكم والتجاوب ديالكم مع المحتوى ديال القناه. غادي نسدوا الملف ديال كاس العالم، ولكن اكيد غادي نكملوا بمواضيع اللي كتهم كره القدم المغربيه. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، بكم كنا وبكم سنكون. مهدي خليل يحييكم، تلاقاو فيديو جديد.